أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikramo, Palembang. Hari ini Senin malam Selasa, tanggal 25 September 2023, bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku berkas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ahmad Fitraya di SPDI dan imam nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kiagus Adlan Mahfur MH Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Guslu Ad-Dim Siki MSI dengan pembahasan tafsir Al-Ahkam. Dan hadirilah dan syiarkanlah safari Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Al-Habib Muhammad Jindan dari Tangerang, Selasa 26 September 2023, ba'da sholat Isya di Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikramo, Palembang. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أقم الصلاة رحمكم الله ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم صلي فرض المغرب 3 ركعات مستقيمة إماما لله تعالى الله أكبر الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين
وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ذلل من النار ومن تحتهم ذلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده دائما قائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل آن وفي كل آن وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي
الله يا كريم أنت الله يا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرامه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها يا الله من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا فتاح يا عليم علمنا ما جهلنا من حكمتك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا إنك على كل شيء قدير
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. آمين يا الله آمين يا مجيب السائلين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة أن ترزقنا شيحة وسلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن ادفع عنا البلاء يا رحيم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin al ulama al amilin masyayikhina fid din wa likulli waliyin waliyah min masyariqil ardi ila magharibiha wal musannifin al mukhrisin khususan musannif hadzal kitab Syekh Ali Aswabuni وجميع مشايخنا وأساتذتنا معلمينا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang selalu kita ta'zimi, kita muliakan para alim, para ulama, para asatidz. Kita doakan semoga beliau-beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu bisa membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah, marilah tidak henti-hentinya kita persembahkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah, berkat pertolongan Allah, kita semua bisa menjalankan aktivitas kita, khususnya senantiasa kita mengisi hari-hari kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bersama ini semua adalah nikmat dari Allah. Ini semua adalah pertolongan dari Allah. Oleh karena itu kita harus selalu mensyukurinya. Mudah-mudahan dengan syukur Allah senantiasa menambah nikmatnya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terus terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya khususnya kelak pada hari di mana kita dihadapkan oleh berbagai macam kesulitan. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan ayat tentang imaratul masajid, atau artinya meramaikan masjid, ya, meramaikan masjid. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya
orang-orang yang meramaikan masjidnya Allah. Nanti ada penafsiran tentang makna imarah. Meramaikan itu maksudnya apa? Sesungguhnya orang-orang yang meramaikan masjidnya Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi ciri-cirinya orang yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yaitu orang yang selalu memakmurkan atau meramaikan masjid. Berarti kalau dibuat sebaliknya, wong yang tidak terpanggil dirinya untuk datang ke masjid, ya, tidak terpanggil dirinya untuk memakmurkan masjid, maka ya hati-hati, ya hati-hati maksudnya apa? Jangan-jangan imannya nanti ya selalu tipis, selalu berkurang. Karena ini dikatakan oleh Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Atau dengan kata lain, ketika kita ingin selalu menguatkan iman kita, maka ya berarti jangan jauh-jauh dari masjid. Selalulah datangi masjid. Itu. Karena masjid itu banyak sekali hal-hal yang baik yang bisa diperoleh orang yang selalu berada di masjid. Wa aqamas sholata wa ataz zakat, dan juga orang-orang yang jelas mendirikan sholat dan membayar zakat. Ya, sholat dan zakat ini ya syarat mutlaknya orang yang beriman. Ya. Ya, terkhususnya sholat. Kalau sholat itulah hilang, berarti ya alamat bisa-bisa imannya juga hilang. Ya. Ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan itu sholat. Kalau ibadah yang lain masih bisa, masih bisa. Ya, syahadat, sholat ini hal yang mutlak, harus ada bagi diri seorang yang beriman. Kalau selanjutnya misalnya puasa, ada orang yang tidak puasa. Contohnya orang sakit atau orang yang enggak mampu benar puasa, orang yang sudah tua, ya itu bisa diganti dengan fidyah. Jadi masih ada kemungkinan orang tidak menjalankan puasa. Zakat masih ada orang kemungkinan tidak bayar zakat. Mungkin dia statusnya yang berhak nerima zakat, bukan yang bayar zakat. Ya, fakir miskin. Haji apalagi banyak orang yang tidak bisa berangkat haji. Tetapi kalau sholat dalam keadaan apapun, dalam keadaan sekalipun sakit pun masih diwajibkan untuk sholat. Selagi punya nyawa masih wajib sholat. Di rumah sakit pun masih wajib sholat. Karena sholat mutlak tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Nah, berkaitan kembali kepada masjid. Jadi masjid ini merupakan sebuah barometer ukuran keimanan seseorang. Ketika dia terpanggil hatinya untuk datang ke masjid, maka ya ada tanda-tanda iman, ya, kebaikan iman yang ia miliki. Bahkan Nabi berkata, salah satu orang yang nanti akan mendapatkan naungan ketika di akhirat
Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah itu akan mendapatkan naungan ketika di padang mahsyar nantinya. Ya. Para jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian makna dari memakmurkan masjid itu apa? Ya. Mal muradu bi imaratil masajid fil ayatil karimah. Apa makna dari imarah? Makna dari memakmurkan masjid itu bagaimana? Ya. Dhahaba ba'dul ulama ila anna al murad bi imaratil masajid huwa bina'uha wa tashyiduha wa tarmimu ma tahdumu minha wa hadhihi yal imaratul hissiyah. Yang dimaksud pertama, menurut sebagian pendapat, sebagian ulama berpendapat imarah itu pertama mendirikan masjid. Nah, mendirikan masjid. Ya, mulai dari bangun masjid, mungkin nyumbang untuk pembangunan masjid, kemudian perbaikan masjid, renovasi masjid, perawatan masjid, yang semua sifatnya fisik itu juga bagian dari imarah. Ya, imarah. Nah, memakmurkan masjid. Nah, ini yang dinamakan dengan imaratul hissiyah, yaitu memakmurkan masjid yang sifatnya zahir, yang sifatnya fisik. Ya, tuh. Ini bagian dari imarah. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid ya karena Allah, karena Allah. Kuncinya ini karena Allah. Maka banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan untuknya nanti rumah di surga. Nah itu. Ini wong yang mungkin yang mampu ya. Yang mampu punya duit, punya harta misalnya. Dia mau menyisihkan uangnya untuk membangun masjid lillah karena Allah, karena ingin mensyiarkan agama Allah. Ya, dengan banyaknya masjid ya semakin tampak syiar-syiar agama Allah. Ya. Makanya ulama itu tidak batasi masjid, Pak. Ya, meskipun awal mulanya kalau untuk hukum sholat Jumat, hukum masjid untuk sholat Jumat itu kan satu daerah cuma satu, tidak boleh banyak-banyak kalau sholat Jumat. Tetapi kalau untuk pembangunan masjid itu tidak dibatasi, ya tidak dibatasi. Se-RT punya berapa masjid pun tidak apa-apa. Ya, karena apa? Karena ada sisi syiarnya. Ya, syiar itu ya menggaungkan, menyebarkan tentang nilai-nilai ajaran Islam. Apalagi sekarang lah banyak masjid. Jadi kita tidak susah kalau ke masjid sekarang ini. Ada berapa meter dari rumah, 100 meter, 200 meter lah masjid. Nah itu. Jadi tidak susah lagi kalau ke masjid. Makanya Islam tidak membatasi pendirian masjid. Pendirian masjid tidak dibatasi. Bahkan kalau kita yang pernah umroh ke Masjid Nabawi, Masjid Nabawi itu di kanan kiri Masjid Nabawi itu banyak masjid-masjid. Banyak masjid-masjid. Tiap sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidin, itu punya masjid sendiri-sendiri. Ya, ada Masjid Ghamamah, ada sebelahnya itu Masjid Abu Bakar Siddiq. Tak jauh lagi jarak 10 meter, 20 meter itu Masjid Sayyidina Ali. Tak jauh lagi Masjid Umar bin Khattab, tak jauh lagi Masjid Bilal, tak jauh lagi Masjid Utsman itu.
Itu di komplek Masjid Nabawi, Masjid Nabi itu. Itu banyak berdiri-diri masjid kecil-kecil. Itu. Jadi intinya memakmurkan masjid itu boleh berupa fisik. Ya, boleh berupa fisik. Ya. Selanjutnya sebagian ulama lagi, dan ini memang yang didukung oleh mayoritas jumhurul ulama, mengatakan yang lebih penting lagi yaitu imaratul ma'nawiyah, memakmurkan, meramaikan masjid yang sifatnya bukan fisik. Ya, dengan cara apa? Al-muradu imaratuha bis salat wal ibadah wa anwa'il qurubat. Ini yang terpenting sebenarnya. Yaitu memakmurkan masjid bukan hanya fisiknya tapi juga isinya, kegiatannya, mulai dari sholat, ibadah, ya. Kemudian termasuk bagian dari ibadah adalah ta'lim, ya, majelis-majelis ilmu, ya. Nah, inilah yang dipilih oleh jumhurul ulama dalam makna innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, jadi membangun memang bagian dari imarah, memakmurkan masjid, karena janji Allah tadi yang bangun masjid itu akan dibangun ke rumah di surga. Tetapi sebenarnya inti dari masjid adalah isinya, orang yang ibadah di dalam masjid tersebut. Buat apa masjid berdiri tapi kosong? Ya, nah itu. Ya, ibaratnya ketika orang berinfak jariyah, yang mana jariyah ini harapannya kan pahalanya ngalir. Ya, bangun masjid itu kan infak jariyah, pahalanya ngalir. Tapi kalau jariyah itu tidak dipakai, masjid itu jamaahnya mungkin sikok 2 bahkan kosong, ya pahalanya tidak ngalir juga, nggak ada manfaatnya. Makanya ketika orang meramaikan masjid, yaitu luar biasa Allah mengagungkannya. Meramaikan dalam arti apa? Dalam arti yang mengisi kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masjid tersebut dengan sholat, dengan ibadah, dengan banyak hal kebaikan. Nah, inilah yang dinamakan dengan imarah ma'nawiyah. Jadi imarah itu memakmurkan, ada 2, memakmurkan fisik, kemudian memakmurkan non fisik yang bukan fisik tadi. Nah, memakmurkan yang bukan fisik inilah yang kurasa semua orang pasti bisa. Kalau bangun kan tidak semua uang bisa. Yo, nak keluar duit masalahnya kalau bangun. Nyumbang tidak semua orang bisa. Tetapi kalau sholat ke masjid, ya, jamaah ke masjid, datang majelis ke masjid, kurasa semua orang bisa. Tinggal terpanggil atau tidak hatinya. Nah, itu. Nah, makanya ya kita bersyukur yang hadir di masjid ini, bersyukur ini. Mudah-mudahan bagian dari man amana billah wal yaumil akhir. Yaitu. Kemudian dijanjikan oleh Allah juga, ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, ibadah di masjid ini luar biasa istimewanya. Ya. Bahkan bandingannya jauh pahalanya ketika orang sholat di masjid dengan yang tidak di masjid. Ya. Makanya sebagian ulama itu mengatakan sholat itu boleh berulang-ulang, Pak. Sholat wajib itu berulang-ulang, asalkan ngulangnya itu dengan
tujuan dapat ke pahala yang lebih. Dapat ke pahala yang lebih. Contoh, sholat sendiri, boleh kalau kita ngulang lagi. Tujuan apa? Ada jamaah, kita dapat ke pahala jamaah. Jadi ngikut sholat lagi berjamaah tapi. Boleh. Jadi mengulang sholat dengan tujuan mendapat fadilah atau keutamaan yang lebih, itu boleh. Sudah sholat zuhur dewean, tahu-tahu, nah ada yang jamaah, ikut lagi, boleh. Ikut lagi, karena tadi kan sendirian kan, cuman pahalanya sih kok kalau jamaah 27. Begitu juga ketika fadilah berkaitan dengan tempat. Sudah sholat di rumah, kita sholat lagi di masjid boleh. Karena pahala di rumah tidak sama dengan di masjid. Ya, apalagi kalau jamaah di masjid pula. Sudah jamaah ditambah dengan sholat di masjid fadilahnya. Jadi dapat keutamaan jamaah, dapat keutamaan tempat, yaitu di masjid. Atau kalau mau ngulang lagi boleh. Sudah jamaah di masjid, ngulang lagi gimana caranya Pak? Boleh. Kalau tadi dia jadi makmum, kalau nak ngulang lagi harus jadi imam. Harus jadi imam. Jadi sholat jamaah di masjid plus jadi imam. Wah, ini luar biasa ini istimewanya pahalanya. Nah, itu beberapa ulama yang mempraktikkannya seperti itu. Jadi ketika ada sebuah amal, meskipun itu wajib, ya meskipun itu sudah dilakukan, kalau ada fadilah yang lebih lagi, dia lakukan lagi. Nah, ini luar biasa. Nah, inilah istimewanya di masjid. Nah, itu. Nah, kemudian orang sholat jamaah, sedikit bahas sholat jamaah. Ada sebagian ulama itu mengatakan 27 derajat jamaah itu bukan 1:27. Sholat sendiri meskipun 27 kali, meskipun 100 kali, meskipun 200 kali sholat sendiri, tidak pernah sebanding dengan 1 kali sholat berjamaah. Ya, jadi 27 itu maksudnya bukan 1:27, bukan. Bukan 27 kali kita sholat sendiri terus sama dengan jamaah, tidak. Ibarat derajat itu, kalau sholat sendiri itu di bawah masih. Meskipun dia berulang kali masih di bawah derajatnya. Tapi kalau dia berjamaah sudah derajat yang ke-27 tingginya. Nah, ini pemahaman sebagian ulama seperti itu. Bandingan antara orang yang sholat sendiri dengan berjamaah. Makanya rugi kalau kita ada jamaah terus sholat sendiri. Nah, kecuali kalau tak kata jamaah, jauh dari masjid, ya itu. Ada yang lebih ekstrim lagi, menafsirkan 1:27 tadi, ibarat kalau sholat sendiri itu 1 pahalanya, kalau 27 1 nolnya 27. Ini lebih ekstrim lagi. Ada sebagian ulama menafsirkan seperti itu. 1 pahala untuk yang sholat sendiri, tapi kalau jamaah itu 1 0 0 0 0. Kalau 1 digandeng 0,27 ikut berapa? Miliar itu cuman 9. Ya, miliar itu cuman 9. Triliun itu cuman 12. Nah, 12. Nah, ini sampai 27. Inilah luar biasa fadilahnya orang yang sholat berjamaah. Makanya Nabi, ya menurut sebagian riwayat, Nabi tidak pernah sholat sendirian. Ya, Nabi sholatnya pasti berjamaah. Dan mudah-mudahan
dengan kita selalu istiqomah sholat berjamaah ini ya menjadikan ya semakin bertambah iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini yang menjadikan keselamatan untuk kita dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan senantiasa kita dijaga oleh Allah sehingga bisa selalu istiqomah terus ya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikramo, Palembang. Hari ini Senin 25 September 2023 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Adapun selaku mudekas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ahmad Fitrayadi SPDI dan imam nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kiagus Adlan Mahfur MH Al-Hafiz. Hadirilah dan syiarkanlah safari Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Al-Habib Muhammad bin Jindan dari Tangerang, Selasa 26 September 2023, ba'da sholat Isya di Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikramo, Palembang. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami, pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikramo, Palembang, mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan safnya. Salatu rahimakumullah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shalli fa rahmatina barakati muslimika bi imamin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء
ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده دائما قائما أبدا الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هاما إلا فرجته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا الله بيا يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نستعين آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنه صلى الله